السلام عليكم حبايبي الغاليين، كل سنة وانتم طيبين. بما ان المدارس على الابواب فقلت نبدأ نجهز مع بعض شوية مخبوزات تنفع سندوتشات لاولادنا. هنعمل النهاردة العيش الفينو بطريقة سهلة واقتصادية جدا، من غير ولا حليب ولا بيض ولا سمنة ولا زبدة، واحلى واوفر من بتاع الافران بكتير. يعني من شوية دقيق في بيتك وكمان شوية مية هتعملي احلى واطعم شوية عيش فينو. ممكن تعمليه طري وهاش وكتني جدا وطعمه في منتهى الجمال. هنعرف كل تفاصيل العجينة والبدايل اللي ممكن نستخدمها. هنبدأ ونسمي بالله ونصلي على الرسول، بس اهم حاجة ما تنسيش اللايك للفيديو. اول حاجة حطيت كوباية من المية، وبعد كده معايا معلقة من الخميرة الفورية. وبالنسبة للمية حاطين مية عادية خالص من الحنفية، ومعانا هنا معلقتين ونص من السكر الحبيبات. هبدأ ان انا اضيفهم على الخميرة وهقلبهم كويس جدا لغاية ما اتأكد ان الخميرة شغالة ونشطة معايا. وهتأكد منين؟ لما الخميرة تعمل فقاعات زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هبدأ ان انا هحط 4 معالق من الدقيق وهقلبهم كويس جدا، وده هيدي نتيجة هايلة جدا للفينو. وهنبدأ ان احنا هنسيبهم حوالي كده 10 دقايق وهنرجع لهم تاني، هتشوفوا نتيجة هايلة جدا. بعد كده معايا بالنسبة للدقيق معايا نص كيلو من الدقيق، وانا مستخدمة هنا دقيق لجميع الاغراض. هنحط معلقة من البيكنج باودر ورشة من الملح. وبالنسبة للبيكنج باودر هيخليه معاكي هش جدا ويقعد معاكي مدة اطول. وبالنسبة للدقيق ممكن تستخدمي اي نوع دقيق جميع الاغراض او دقيق للحلويات. وزي ما انتم شايفين هنا بسم الله ما شاء الله، القوام بعد ما قعد 10 دقايق ادى نتيجة هايلة جدا. هنحط كمان معلقة من الخل الابيض، هنقلبهم كويس جدا. وبعد معانا كمان 3 معالق من الزيت، وهنا ممكن تستبدلي الزيت بسمنة او زبدة، بس عايزة اقولك ان الزيت بيخليه هش جدا وحلو وخفيف وبيبقى زي بتاع الافران بالظبط. هنبدأ ان احنا نحط 3 معالق من الزيت، هنقلبهم كويس جدا. وبعد كده هننزل بالدقيق. وطبعا هنا انا هعجن في العجان لاني كنت ساعتها مش قادرة ان انا اعجن على ايديا، فحبيت ان انا استخدم العجان. طبعا عجنا قبل كده معجنات كتير قوي على القناة على ايدينا وكانت بتطلع النتيجة هايلة جدا. يعني ما تصعبيش على نفسك الامور، لو ما عندكيش عجان ممكن ان انت تعجني على ايديكي وهيطلع النتيجة هايلة جدا. وهنا معانا نص كوباية من المية، وبنزل هنا المية بالتدريج. ونخلي بالنا من المية ما ننزلهاش مرة واحدة على العجين، عشان طبعا كل دي بيختلف عن التاني. ممكن دي يقبل منك سوائل كتير وممكن دي لا. وهنا بالنسبة للمية ممكن ان انتي تستبدلي كده المية بميكس كده حليب ومية. يعني ممكن تحطي كوباية من الحليب لو انتي حابة على نص كوباية من المية، او 3 معالق من اللبن البودر. وهنا عايزة اقولك ان النتيجة ما بتفرقش تماما بالنسبة للبن او المية. هي دي الطريقة السهلة البسيطة الاقتصادية اللي انتي هتعتمديها ايام المدارس. سهلة جدا وبسيطة، والطعم ما بيختلفش تماما. الطعم هنا في منتهى الجمال. وزي ما انتم شايفين حطيت معلقة كده من الزيت في البولة بتاعتنا وسبتها ان هي تخمر شوية، نص خمر بس، عشان خاطر بتخمر معانا تاني اثناء التشكيل واثناء السوى. زي ما انتم شايفين عاملة عرق حلو جدا بالشكل ده، ولازم تعمل عرق بالشكل ده وتبقى قوامها كمان طري جدا وملمسها ناعم جدا. وبسم الله ما شاء الله النتيجة كانت طالعة حلوة جدا. وزي ما انتم شايفين بكورها كده قد حجم الليمونة. واهم حاجة ان احنا نقفل الكور بتاعتنا كويس جدا عشان خاطر ما تفرش معانا بعد ما نخلص بقية كمية اصابع الفينو. واهم حاجة ان احنا نغطيها عشان خاطر العجينة ما تنشفش معانا، ونخلص بسرعة عشان ما تفرش معانا بقية كمية العجين. وهنا طبعا حطيت مسحة كده من الزيت على الرخامة عشان تسهل معايا عملية الفرد لاصابع الفينو. ببدأ ان انا بعملها كده على شكل مربع، تعمليها على شكل مربع او على شكل بيضاوي، وهنلفها كده رول زي ما انتم شايفين. بنقفل اول قفلتين كويس جدا زي ما شفتوا معايا، وبعد كده بنلفها رول وبنقفل كده من على الطروف ومن فوق، ونأكد ان القفلة اتقفلت كويس جدا. وده كده شكل اصابع الفينو. وبالنسبة للسجون لازم ندهنها قبل ما نحط اصابع الفينو، وبنسيب مسافة ما بين كل صابع فينو والتاني عشان خاطر بعد ما يخمر معايا حجمه بيزداد. وطبعا هنا بنقفله كده بالشكل ده، وهنعمل كذا شكل تشوفوهم معانا عشان تتأكدوا كده من شكلها. حاجة كده سهلة وبسيطة وما بخدتش معايا وقت، وفي ثواني بتكوني مخلصوها. بس اهم حاجة نتأكد ان احنا بنقفلها كويس جدا ونعملها على شكل رول بالشكل ده. طبعا هنا
الحتة اللي احنا بنقفلها ديت اللي هي من على الطروف ومن فوق لازم ان انتي تحطيها كده قاعدة الرغيف الفينو عشان خاطر ما تفتحش معاكي اثناء التخمير او في التسوية. كمان يبقى يدي شكل حلو جدا. وزي ما انتم هتشوفوا معايا بعد ما اختمر معايا الرغيفة الفينو، طبعا بنسيبها ترتاح شوية وما نسيبهاش ان هو يرتاح قوي لان هو كمان بيخمر في الفرن. عايزه هنا بدهنها بشويه ميه بسكر، لان لو كنا هنستخدم لبن فكنا هنحطها في العجينه افضل. طبعا هنا انا حبيت ان انا اعملها لكم كده اقتصادي وسهل وبسيط عشان ينفعكم كده في العام الدراسي ويبقى سهل جدا عليكم وما يكلفكمش كتير. اتمنى يكون عجبكم فكرتنا. وطبعا بالنسبه للتسويه بنشغل كده من فوق ومن تحت وبنهدي كده الشوايه شويه لغايه ما ياخد لون من تحت. اتمنى يكون عجبكم، ولو وصلتوا لغايه هنا ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، ولو لسه ما اشتركتيش اشتركي في القناة عشان كل وصفاتنا هتعجبك جدا. واتمنى يكون وصفتنا كانت سهلة وبسيطة. وزي ما انتم شايفين الفينو طالع هش جدا وكتني وواخد السوا المظبوط، يعني من نص كيلو دقيق وشوية مية عملنا 14 رغيف فينو. وممكن تكيسيها كده في الفريزر للأولاد بالشكل